بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، النهاردة معنا فيديو جديد على قناة ازاي اروح، بيقولك ازاي تطلع السلم الكهربائي بطريقة صحيحة. لو احنا ركزنا مع بعض في الفيديو ده، ناس كتير تيجي تطلع السلالم بيحصل زي خوف أو عدم ثقة، أو إن هما مثلا مبيجوش واخدين بالهم، فبيحصل زي اللي بيحصل كده. طبعا طالما انت طلعت مسكتش نفسك، هتفضل تقع كده لغاية ما حد يوقف لك السلم، او حد يسندك، او ربنا يلطف بيه. فده الوضع بيبقى كده اهو. لو ملحقتش نفسك هتلاقي نفسك طيب. مبدئيا كده السلم لو شفنا هنلاقي فيها خطوط صفر. الخطوط صفر دي معناها طرف السلم، الدرجة تبقى مستوية الأول، بعد كده بتبتدي تتقسم تبقى درجات. فالخط الأصفر ده بيبقى طرف الايه السلم. مينفعش تدوس على الطرف بتاع السلم، لأن هتقلب وهقع زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. طب ايه الحل الصحيح؟ ان انا ادوس في النص كده بين شايف الخطوط الصفرا دي طرف السلم، ادوس بين الخط الاصفر والاصفر، ادوس على الاسود واحط رجلي واطلع. لكن ما ينفعش ادوس على الخط الاصفر. ليه؟ بتبقى الاول حته مستويه، بعد كده بتبتدي تتقسم بقى، تبقى درجه درجه. فلو انا داس على الطرف الاصفر ده او خط او السيب بتاع السلم، تتكسر، يعني بتبقى درجه فبتقع. هنشوف مع بعض فيديو بقى، فيديو عملي اهو. دلوقتي ادي السلم، شايفين اهو في خطوط اهو. ما ينفعش ادوس على الخطوط اللي في النص دي، لا، ادوس على قلب، في القلب كده، في الحته المستوى الكبيره دي. هو ما ادوس على الخطوط هقع، لان انا مش ماسك في حاجه، وهترميني لورا. دي سلم. الطبيعي ان انا بدوس على المنطقه اللي في النص، اللي بين الخطوط، او اللي بين ايوه، اللي بين المنطقتين دول اهو. بين المنطقتين دول بص بتستوي اهي، بعد كده بتتقسم. شفت الخط الاخضر ده؟ يبقى خط اخضر احمر اهو، خط اصفر تاني اهو، خط اصفر. هدوس انا فين؟ على الاسود، وامسك في السور. يعني امسك في السور وادوس على الاسود كده، انا كده تمام. غير كده انا ممكن اهو واحده تانية اهو، خط اصفر اهو اهو، امسك السور، خط الاصفر اهو، احط في النص، رجلي في النص بين الخطوط الصفرا دي. هوب بص، هوب هوب هوب، بقت درجه. لو انا داس على الطرف لازم ادوس على في النص. يبقى دي كل ايه المعلومات ببساطه. امسك السور، حط رجلك في نص الدرجه، لا في اولها ولا في اخرها. تمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. ان شاء الله تكون اكتسبت معلومة للناس اللي اول مرة هتركب سلم او تطلع سلم، او الناس اللي عندها فوبيا وخوف من السلالم. انا شفت ناس كتير في مواقف زي كده يعني. فزي ما بقول لحضرتك كده، الموضوع بكل بساطة انك بتحط رجلك ما بين الخطوط الصفراء وتنزل. كل راحة كل سلام. كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين. متنساش من اللايك